تعالوا النهارده نعمل فيديو مختلف شوية، هو فيديو اختار كارت. كل واحد هيختار أحد هذه الكروت. اختاروا الشكل اللي يعجبكم هناخد كارت واحد بس من كل تاغو. لكل واحد اختار حاجة منكم. تعالوا نشوف أول ناس اختاروا من الكروت دي، نشوف حظهم هيكون ايه الفترة القادمة. يعني الورق هيكلمهم عن المال ولا عن العمل ولا عن الحب ولا عن الصحة ولا هيكلمهم عن ايه. تعالوا نشوف الناس اللي اختارت المجموعة الأولى أو الكارت الأول اللي هو لونه أخضر. ناخد ورقة من النص. Five of Swords. ورقة آه، ورقة ناس زعلانة، ورقة ناس حزينة، ورقة ناس اتكلمت عليها، ورقة لناس ممكن يكونوا بيشعروا بالصداع، بيشعروا بالألم، بيفتكروا ناس بعيدة عنهم، عندهم انفصال عن حد هم بيحبوه، عندهم حاجة حلوة كانوا بيتمنوا يوصلوا لها لكن ما عرفوش يوصلوا لها، يمكن بسبب غربان كتير موجودة في حياتهم، كانت باصة في حياتهم وكانت بتتكلم عنهم كتير. ده الورق الأول. الناس اللي اختارت الورق التاني، تعالوا نشوف المجموعة التانية بقى اللي هم اختاروا الورق الأسود. يا ترى التارو عايز يقول لهم ايه النهارده؟ ايه رسالة التارو ليهم؟ أو بتوصفهم ازاي أو بتتكلم عنهم ازاي؟ كارت واحد هناخده. يلا بينا ناخد واحد بس. تو اوف كابس عكس الأولاني تماما. تو اوف كابس شخص هيقابل نصه التاني، شخص بيحب، شخص عنده حالة رومانسية بيعيشها الفترة دي، شخص يمكن عنده مصالحات، شخص عنده رجوع لناس من الماضي، شخص عنده حب في حياته. ورقة التو اوف كابس هي من أجمل الورق اللي موجود في التارو، وهي ورقة الكاسين أو الكوبين، أو هي ورقة عامة للناس اللي هم بيحبوا أو عايشين في حالة حب أو عايشين في قصة حب أو مستنيين مكالمة من حد أو مصالحة من حد هتحصل، وهيكون في رومانسية في العلاقة دي. آخر حاجة والورق اللي هو بني وملون، الطاقة بتاعت الناس اللي اختاروا القراءة الثالثة. هل يا ترى التارو عايز يوصل لكم رسالة يقول فيها ايه؟ تعالوا نشوف. هناخد ورقة واحدة بس. ده هيروفنت. دي ناس روحانية، ناس اتجهت لربنا، ناس بتصلي كتير، يعني بتؤمن كتير، ناس بتروح للقرآن، بتروح الجوامع، بتروح الكنائس، بتروح أماكن العبادة، ناس حاولت إن هي تكون مع ربنا وتقرب من ربنا أكتر. ودي ناس على فكرة روحانياتها عالية ومرتفعة جدا الفترة دي. اطلبوا اللي انتوا عايزينه من رب العالمين، ممكن جدا يكون لكم دعوة مجابة الفترة دي، لأن فعلا بجد أنا شايفاكم ناس روحانية، ليكم حاجة عند ربنا. الهايروفنت دي من الورق الكويس جدا جدا، أو كاهن، هي ورقة حلوة. كان معاكم سارة فودة، خبيرة الطاقة والفلك والتاروت. سلام.